السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هشرح لك شجره الكيرسيت كلها وهفهمك كل شيء فيها ان شاء الله. بس في الاول عايز اعرفك على برنامج ليجو فاست. ليجو هو في بي ان بس مش زي اي في بي ان، عشان ليجو بيشوف انت بتلعب ايه ومكانك تبع انهي سيرفر، بعدها بيحسن اتصال جهازك مع سيرفرات اللعبه اللي انت بتلعبها، فبالتالي البنج بيكون احسن مما تتخيل. وليجو بيدعم اكتر من 1000 لعبه سواء اونلاين زي البيون اونلاين والعاب الشوتر زي فالورانت وايبكس والعاب الموبا وكمان الستوري مود. ستوري مود هتقول لي طب ازاي يا كينج؟ اقول لك ان بكل بساطه ليجو بيقول للويندوز حسبي الله ونعم الوكيل فيك، واخد 6 رام من الواد وهو ما عندوش غير 8 رام، وبيقوم موقف استهلاك الويندوز اثناء لعبك، فبالتالي بيخلي الرامات بتاعتك تعرف تاخد نفسها، وده بيحميك من الدروب فريم ومشاكل الاف بي اس. زائد عشان تعرف انك فعلا عزيزي مش مجرد كلمه بقولها لك، ده كود الخصم بتاعي. عايزك تحمل البرنامج من اللينك اللي سايبه في الوصفه او اول كومنت وتقول لي هل ساعدك فعلا ولا لا. وانا شكلي كده طولت عليك شويه، فخلينا نبدا. يا عزيزي رب تكون كويس وبأحسن حال إن شاء الله. بفكرك إن لسه الحرب مستمرة ولسه المقاطعة مستمرة ولسه الدعاء مستمر، وإن ده مش ترند، يا أرواح وحياة ناس، وربنا يرحمنا كلنا برحمته. وإن شاء الله في الفيديو ده هعرفك على الكرس ديستاف، بس مش هقول كل أسلحة شجرة الكرس. هقول لك ليه. بص يا عزيزي، انا كنت بشرح السلاح كله بيعمل ايه عشان كانت اللعبه بالانجليزي، وكمان كنت بعمل فيديوهات للسلاح وفيديو تاني مختلف يعني عن الفيديو الاولاني عن بلدات السلاح، فكان كل دون زمان قبل التعريب. دلوقتي الموضوع بقى بسيط شويه واسهل بكتير، فانا بكل بساطه هفهمك السكيل الثابته بتاعت الاسلحه اللي هي بتبقى في الشجره كلها زي بعض، اللي هي الكيو والدبليو، وبعدها همسك كل سلاح اشرح لك الاي بتاعته واقول لك البلدات بتاعته والكونتنت المناسبه ليه. وكمان مش هشرح كل الاسلحه زي ما قلت فوق، عشان الاسلحه معظمها يوسلس وتكون محطوطه تملى فراغ في الشجره، واعتذر لك عشان طولت المره دي، بس كنت بفهمك الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله في السلسله دي. ونروح على طول للسكيلات الاساسيه. دي سكيلات بتكون ثابته على كل الاسلحه وكلهم بيطلعوا نفس الدمج والافكت من غير اي اختلاف تقريبا. واول سكيل هبدا بيها هي الكيو. الكيو الاولى دي عباره عن سكال زي كده خلاص اسف باظ. دي عباره عن سكال بتترمي على الانمي، بتفضل 8 ثواني الواحده، بتعمل 66 دمج وبيزيد مع السبيك والتير. ولو جبت على الانمي الاربع استكات، يعني رميت عليه 4 مرات خلال 8 ثواني، هياخد لمده 8 ثواني 255 دمج في المتوسط، بمعدل كل ثانيه و8 اجزاء من الثانيه تقريبا 250 فيما يزيد، يعني النسبه بتتغير. والكيو بتاعتك دي حرفيا كابوس. بس نروح للكيو الثانيه. دي بتكون عباره عن منجل ملعون بيترمي على الانمي، بيروح وبيرجع، وهو رايح بيحط ستاك وهو راجع بيحط ستاك تانية، واي حد بيخبط فيه بيجي عليه استكات على طول، وهو بيعمل تقريبا نفس الدمج اللي هي السكيل 66، بس الفرق ان المنجل بيكسر الديفنس اثناء ما بيمر بالانمي، فبالتالي الديفنس بتاع العدو مش بيمنع الماجيك دمج، فبالتالي العدو بيلبس ال 66 دمج كلهم. ولو جبت الاربع استكات هتعمل على الانمي 266 دمج، يعني حرفيا هيلبسهم كلهم بسبب حوار تكسير الديفنس ده. بس مشكله السكيل دي انها بتحتاج 5 ثواني كول داون، وكمان سهل الدوجات، فهي مش بتنفع قوي غير في الفايتات الكبيره. بس نروح لاخر كيو، هي حفره الزفت، ومش بشتم يعني، هو فعلا معنى السكيل حفره الزفت، ودي بنسمعها حفره قطرها 3 متر، كبيره نسبيا او بالنسبه لكيو يعني، واي حد بيقف فيها بيلبس 10% سلو، وده كتير على فكره بالنسبه لكيو. هقول تاني، وكمان دي اول ما بتقف فيها بتجيب عليك الاربع استكات خلال كام ثانيه معدوده يعني، وبتعمل عليك 266 دمج كل ثانيه برضك. مشكله السكيل دي انها مستحيل تنفعك في البي في بي، مستحيل. ولو بتلعب باي عصايه كرس ومعاك السكيل دي، انت بنسبه 100% هتموت وهتكون يوسلس في الفايت لو على السكيل دي. بس المهم انا كده خلصت الكيو، واديك فهمت هي بتعمل ايه، وانك لازم تجيب الاربع استكات عشان يكون ليك لازمه سواء في البي في بي او في البي في اي. بس نروح دلوقتي للدبليو اللي هنتعب فيها شويه، بس ان شاء الله سهله وانا بشرحها لك. الدبليو اللي معانا الاولى هي خارم الدروع. دي عباره عن ليزر بيعمل تقريبا 400 دمج في المتوسط، وبيشيل 50 بوينت من دروع الانمي. وافهمك حاجه هنا على السريع، الديفنس في البيون بيتحسب على الماجيك دامج بس، يعني لو معاك 150 ديفنس وحد رمى عليك سكيل ب 200، الهيل بتاعك هيتشال منه 50 بس. فدلوقتي السكيل دي بتشيل 50، فبالتالي لو جاي عليك ضربه ب 200 ماجيك دامج هيجي فيك 100 بدل 50. يا رب تكون فهمت يا عزيزي. وطبعا دي مش نسبه مئويه، يعني مش 50%، لا، هي الديفنس عندك بيتحسب بالنقاط، يعني انت معاك 150 بوينت فانا شلت منهم 50 بوينت. يا رب تكون فهمتها لانها بجد لازم تفهمها. ونروح بقى لتاني دبليو معانا، وهي التدنيس او من الاخر الستان. بتعمل ستان ورنجها كبير، وبتحط ستاكه زي الكيو، وبتعمل كمان 266 دامج على الانمي، بس دي دامج فوري، وما عنديش كلام كتير اقوله عليها، هي شرحها نفسها يعني اسطن. بس الميزه فيها انها ملهاش ليميت، يعني لو مثلا في مليون عدو مستكين فوق بعض وانت حطيت الدبليو دي تحتهم،
هتستنوهم كلهم. نروح للي بعده وهي الضغينه، ملهاش لازمه، ما عنديش حاجه اقولها عليها. نروح للي بعده وهي الاهم تقريبا وهي الكرسي بيم. دي الاهم بالنسبه لك تقريبا. دي عباره عن خط من الدمج بتطلعه على الانمي، بيعمل 120 دمج تقريبا فيما يزيد او يقل كل ثانيه ونص لمده 3 ثواني. الانمي اللي بيلبس البيم بيكون حواليه داويه قطرها 4 متر، اي حد فيها بيتدمج، ولو الانمي اللي فيها كلهم عليهم الستاك بتاعت الكيو اعتبرهم ماتوا عشان الدمج بيكون اكثر رعبا. واخر دبليو معانا هي كوره كده بتتنطط بين الانمي وبتعمل دمج بس ملهاش لازمه. كانوا بيقولوا بتاعت زي بس انا كنت بروح باللايف كيرس ما كنتش بستعملها اصلا فما اعرفش لازمتها ايه. المهم انت كده الف مبروك فهمت السكيل الاساسيه، ولو ما فهمتش يا عزيزي يبقى العيب فيك. خلاص بهزر معاك يا عزيزي. لو ما فهمتش ادخل سيرفر الديسكورد هتلاقيه برضك في الوصف. لو انا موجود ان شاء الله في اي كول اسالني وهرد عليك ما تخافش، ولو مش موجود اسال اي حد وان شاء الله الناس الجميله اللي جوه في الديسكورد تفهمك. المهم يا عزيزي نروح لاول كيرس وهو الوان هاند كيرس، وده من سنه بالظبط كان كابوس، كان الاقوى بلا منازع، كان حبي الاول لدرجه ان انا فكرت ارتبط بيه. بهزر عزيزي انا مش تعيس للدرجه دي، ايه يا عم في ايه؟ المهم ان الكيرس ستاف عنده الت عباره عن قنبله موقوته بتنفجر بعد 5 ثواني، بس اللي بيحدد قوتها هي عدد الاستاكات اللي انت جايبهم على الانمي، ولازم ثم لازم انك تجيب 4 استاكات قبل ما ترمي الاي بتاعتك، لان انت بيكون الدمج على حسب عدد الاستاكات زي ما لسه قايل لك. فانت لو رامي استاكه واحده هتعمل 450 دمج بس لما القنبله تنفجر، طب لو 2 680، طب لو 3 1170، طب لو 4 1500 دمج، يعني موت محتوم حرفيا. مشكله الالت دي ان في كذا حاجه ممكن تنجي صاحبها منها، وكمان يعني رنجها صغير نسبيا مقارنه مع بقيه السكيلات فمتخلفه هي شويه، بس قويه جدا بجد قويه جدا. الكومبو بتاعك في السلاح بيعتمد على البيلد بتاعتك، بمعنى ان السلاح ده فول بي في بي، ما ينفعش غير انك يروح بي في بي ما عدا في حالات شاذه كده. فليك اهو 3 بيلدات ان شاء الله هقولهم لك دلوقتي. واول بيلد هبدا بيها هي بيلد الكاتش، وهتكون الكول اوف بيوتي، الاساسن جاكيت، الرول صندل، الليم هيرست كيب او السيتفورد ده بيتغير على حسب الليدر، الاوف هاند هتكون الميوزاك، والسكيل اللي بتظبطها عليها الكيو الاولى، الدبليو بتاعت الكاتش، والباسف الاول. والكومبو بتاعك بيكون كالتالي: رول صندل في الدبليو، بعد كده دبل كيو وتضرب الهيلمت بتاعتك، وفي الاخر اي. ولو تعرف تسبام كيو يكون كتر خيرك بصراحه، بس تقريبا مستحيل، انا حاولت وما عرفتش كتير قوي. ده عامه الكومبو الكاتش بيكون بارتي او دو، ولو هتلعب تراكنج وناوي تفايت مش تكاتش، ولو قلبت بي في بي يعني هتفايت خلاص، فانت هتغير الجاكيت بتاعك او الاساسن جاكيت يعني بالدروي دروب، والهلمت بتاعتك هتلبس بدلها الكالتست كول. الكومبو بتاعك ار، بعدها رول صندل بتفتحه، والكيو بتاعتك هتكون الثانيه اللي هي المنجل، وهتشوف الهيلر فين وتركز عليه الاربع استاكات، وبعدها اي، والدبليو بتاعتك اللي هي هتكون البيم اللي هي الرابعه، وبتحاول تقف وتركز عليه البيم، والهيلر بتاعك لازم يحاول يحميك، والباقي البارتي لازم انها كمان تساعدك او برضك تحاول تحميك انت والهيلر. زائد حابب اقول ان البيلد الثانيه دي تنفع برضك في التراكنج، يعني هتكون اكتر من كويسه في التراكنج انها تطلع دامج على الموبات وكده. والفيديو ده انا متاكد انه هيكون طويل، فبفكرك ان اخوك سكال نفسه يكون من اكبر صناع المحتوى، وانه بيعمل اللي يقدر عليه عشان يفيدك ويطور من نفسه دايما عشانك. فقدر سكال بالاشتراك واللايك بتاعك كده، وشير الفيديو لاصحابك وعرفهم ان الملك الجمجمه افضل صانع محتوى جيمنج ان شاء الله. ونكمل عشان هندخل دلوقتي على حبيبه الملايين، السلاح اللي تحسه كده شبه الام في حنيته، معرفش ليه بحسه كده اللي هو ايه ده، الملكه، فاهم؟ الملكه حرفيا. سلاح الشادو كولر دي واحده من اقوى اسلحه البي في اي في اللعبه ان لم يكن الاقوى بعد اللايت كولر طبعا. الشادو كولر عنده 3 التات في الت واحده، 3 في 1 زي النسكافيه كده. هتقول لي ازاي يا سكال؟ هقول لك يا قلب سكال، الاي بتاعت الشادو كولر مش بتحطها على الانمي، لا دي بتحطها على صاحبك او على نفسك، وهي بتبقى مربوطه باللبس، يعني اللبس بتاع الشخص اللي انت هتحط عليه الماوس هو اللي هيفرد انت هتطلع انهي شادو او انهي شبح، معرفش اسمه ايه بقى. يعني مثلا لو لابس شيست قماش هتنزل شبح بيفضل موجود 5 ثواني تقريبا، اول ما بيظهر بيعمل 170 دمج فيما ينقص او يزيد، بعدها كل نص ثانيه بيعمل 90 دمج لكل اللي فيها. وعايز اقول لك ان الاي دي قويه جدا كدمج، خصوصا مع الاستاكات بتاعت الكيو بتاعتك. بس نروح للي بعده، وهو لو حطيت الماوس على حد او على نفسك بس يكون لابس جاكيت من الجلد، ساعتها الشادو بيختلف تماما. انت بتطلع شبح طالع منه شفوات لمده 3 ثواني ونص تقريبا، بيعمل كل نص ثانيه 69 دمج فيما ينقص او يزيد. تقول لي ضعيفه جدا يا عم سكال، اقول لك انا خلصت كلامي عايزي.
انا خلصت كلامي، ما تسمع للاخر يا عم. لا اله الا الله. الاي دي بتوجع 100% من هيلث الانمي اللي انت هتدمجه بيه. وطبعا حابب اوضح انها يعني اياك تضرب الاي دي غير لما تكون جايب الاربع استكات بتوعك، عشان كل ما تزود دمج كل ما تاخد هيل اكتر. المهم نروح لاقوى اي فيهم كلهم، وهي بتتومي على اي حد لابس شيست حديد، يعني التانك. يعني دي بتطلع شبح حجمه كبير شويه عن باقي الاشباح، ماسك مطرقه بينزل بيها فوق دماغ الانمي في دائره قطرها 5 متر. اول ما بيظهر بيعمل سلو بنسبه 40% لكل اللي حواليه. بس هنا في سر عايز اوضحه لك، يعني السلو ده مش بيبان غير لو انت الاف بي اس بتاعك فوق ال 120. لو اقل من كده انت بيبان لك ان انت جويت منها، بس رغم كده انت بتلبس بودك السلو وبتلبس بودك الاي دي. فاهم الفكره؟ يعني لو حد ضرب عليك الشادو كولر انت 100% هتلبسها، لانها مش هيبان لك ان انت هربت منها او انت لسه في رنجها غير لو انت بتلعب على 120 اف بي اس. المهم ان اول ما بينزل بالمطرقه دي فوق دماغ الانمي بيعمل 415 دمج فيما ينقص او يزيد. واسمع بقى اللي جايه دي، عشان هو بيدمر 90 بوينت من ديفنس الانمي. فلو الانمي الديفنس بتاعه 200 هو شال منهم 90. وبصراحه مش عارف هل النسبه دي بتتغير بالسبيك والتيو ولا لا. لو عرفت هكتب لك ان شاء الله في الفيديو. بس عموما كل اي من دول بتحدد بيلد معينه هتلعب بيها، زائد هل هتروح دي بي اس شادو كولر ولا سبورت شادو كولر ولا هتلعب سولو. فخلينا في الاول نروح لبيلد الدي بي اس. انت هنا هتلعب على الاي الاولى بتاعت الدمج، فبالتالي هتلبس اول حاجه درويد روب ورويال صندل ورويال كاول او درويد كاول وسيتفورد كيب وكريبت كاندل. انت في الاول بترمي كيو واحده بس، بعدها بتفتح الدرويد روب وبترمي الكيو الثانيه، بعدها رويال صندل في الاي على نفسك. انت بترمي الاي على نفسك وبعدها بقى بتديها دبليو. هتقول لي ده صعب قوي يا كينج، انا ما حفظتش حاجه. اقول لك احفظه يا عزيزي عادي، يعني بعيد الفيديو لحد ما تحفظه، غيرك بيحفظه، انت مش اقل من حد. بس ده يخلينا نروح للبيلد السبورت اللي بتعتمد على ايه الشبح بتاع المطرقه اللي بتكسر الديفنس. وبيلد السبورت دي هي الرويال روب ودرويد كاول او اساسن، ودي كل واحده فيهم ليها كيب. يعني لو اساسن هتاخد الليمهيرست كيب، ولو درويد هتاخد السيتفورد كيب والهانتر شوز وكريبت كاندل. انت هنا بتدعم التيم بتاعك، بتبقى سبورت، والكومبو بتاعك بيبقى بسيط خالص. بتفتح الار اللي هو الجاكيت، بعدها بترمي اي، بس كده هو ده الكومبو. حرفيا ده كل الكومبو. في العادي بقى انت بيكون معاك بليزنج في التيم، فانت لازم دايما ترمي الاي بتاعتك قبليه، ولازم تتاكد يا عايز انك بترميها قبليه، لان ده هيفرق جدا. والار بتاعتك عشان لو مش عارف الرويال ووب بيعمل ايه، هو بيزود الدمج بيعمل ديباف من الاخر، بيعمل ديباف للتيم كله، حتى التانك لو واقف فيه بيزود الديفنس بتاعه. بس المهم انك بعدها بتسبام كيو وبترمي دبليو لما بتجيب الاربع استكات بتوعك. وبعد ما بتخلص الكومبو بتفتح الاساسن عشان ترست الكومبو بتاعك تاني، وبعدها بتفتح الهانتر شوز عشان يرجع لك الكول داون بتاعك بسرعه. يعني انت فاهم الفكره؟ انت بس بتعتمد انك كل شويه يبقى معاك الكومبو بتاعك ده. يا رب تكون فهمت يا عزيزي. صح، انت بتحط الاي بتاعتك على التانك عشان مش ناقصه غباوه. بنحط الماوس على التانك وندوس اي. وعلى فكره انت بترمي الاي بتاعتك من الاسماء بتاعت الناس. يعني انت بتحط الماوس على اسم التانك، اللي هو مثلا نفرض ان هو اسمه مثلا عنطزه، فانت بتحط الماوس على اسم عنطزه وتدوس الاي. ساعتها انت شخصيتك تلقائيا لو بعيد عنه بتروح جنبه وترمي عليه الاي، عشان بس ما تقولش ايه انا مش طايلك، ما اعرفش ايه الموب قصادي، الحقوني. تفضل تعمل كده في البوم بالجروب دانجن ولا لاي حاجه بنطلعها. المهم يا عزيزي نروح لاخر ايه، وهي الشفرات. دي بتخليك تهيل، ودي اللي كانوا يعني بيخلصوا بيها جروب دانجن لوحدهم ببيلد 8/4. وفي العموم البيلد هتكون هيليون جاكيت، سبيكتر هود، هانتر شوز، او بصراحه اي شوز. انا كنت باخد اي حاجه وبتنفع. انا جربت كل الشوزات على الكومبو ده ونفعت كلها. والمهم نكمل اندد كيب وكريبت كاندل. الكومبو بتاعك سهل يعني ما تموتش، وهات الاستاكات كلها واضرب الاي بتاعتك على نفسك. حرفيا هو ده الكومبو. بتجيب استاكات تضرب على نفسك وتضرب بعدها دبليو، بس هو ده الكومبو كله. ولو حسيت انك هتموت بتفتح الهيليون جاكيت، ولو الهيليون جاكيت ما كفاش بتدوس على السبيكتر اللي هي الهيلمت، بتريست الجاكيت تاني، فالكول داون بتاع الجاكيت بيختفي وتقوم فاتحه تاني، وهكذا. هو ده الكومبو بتاعك كله. وفي العادي بقى انت بتجمع بوليه كبيره حواليك وتفتح الاي بتاعتك، وبعد كده الدبليو، وما تنساش طبعا الاستيكات، وخلاص هو ده الكومبو كله. المهم ان البلدات دي برضك ممكن تجيبها برضك 6 أو 7 فلات ايكوال. يعني لو انت مسبيك هاتها 6، لو مش مسبيك هاتها 7، وتروح بيها سولو دانجن او افا وود جرين شيست او حاجات كتير. بصراحه شايفها بلديه سولو وتنفع في حاجات كتير في البي في اي. بس تعال نروح للسلاح اللي بعده، واللي انا بحبه شخصيا، بس في مشكله صغيره خالص، انا ما اعرفلوش بيلد، ومش عايز اقول ان هو مات، وسالت ناس كتير ما قالوش بيلد ثابته، فهو السمول سكيل.
وعموما شكل ان الليدر هو اللي بيحدد البيلد بتاعتك اللي انت هتروح بيها لو انت بتلعب بالسلاح ده. والسلاح ده هو الكيرسد سكال. ده بكل بساطه بيرمي سحابه على الانمي قطرها 6 متر ونص، كل اللي فيها بياخد كل نص ثانيه 88 دامج فيما ينقص او يزيد لمده 5 ثواني ونص. ده غير ان كل نص ثانيه هياخد 1.5% ترو دامج، ومفيش اي حاجه تقدر توقف الترو دامج ده. والغريبه ان اكتشفت ان نسبه الترو دامج دي بتزيد مع السبيك والتير، وده اللي هو يعني حرفيا رعب بجد. السلاح ده بيسيح، وزي ما قلت انا معرفلوش بيلد او البيلد بتاعته يعني متغيره، بس اللي انا متاكد منه ان السلاح ده بيتاخد مع رويال صندل ودرويد روب عشان تدي ديباف لنفسك وقوه زياده على اللي هو بيعمله ده. بس خلينا نروح للي بعده، هو سلاح الزي في زي بتاعي اللايف كيرس. الاي بتاعته قويه جدا في الزي في زي، يعني ده سلاح يعني لارج سكيل زي في زي سمول سكيل، بس يعني نادرا جدا ما حد هياخد معاه يعني في سمول سكيل سلاح زي ده، بس في العموم هيكون عبط وملوش لازمه نهائي لو رحت بيه بي في اي، يعني ولا ليه اي لازمه. والمهم هو بيعمل ايه؟ هو بيرمي ضوئيه على الارض قطرها 6 متر ونص، بيكون فيها شفرات كل خبطه منها بتعمل 160 دامج تقريبا فيما ينقص او يزيد، وليها ديباف قوي جدا وهو انها بتنقص الدامج اللي بيعمله الانمي بنسبه 5%. وبيحصل للموضوع ده حاجه اسمها تراكم على حسب الشفرات اللي هو لبسهم، والتراكم ده بيحصل لحد 5 خبطات، 5 في 5 ب 25%، يعني هو بيلبس 25% ديباف على الدامج اللي هو بيعمله. يعني لو هيعمل عليك 100 دامج مش هيعمل عليك غير 75 بس. وده سلاح سبورت يعني ما بيعملش دامج ولا يحزنون، لا هو سبورت. وفي العادي كنت هقول لك ان البيلد بتاعته بتبقى على حسب الجلد اللي انت فيها او الليدر عامه اللي بيحددها، بس البيلد اللي انا كنت باخدها معايا كانت النايت هيلمت كليريك روب وسكولر ساندر او ميرسينري، وبتاخد في الاوف هاند ميست كولر، او يعني حسب ما اتذكر كان تقريبا الكتاب اللي هو تومو في سبيل. يعني لو انت عارف قول لي في الكومنتات يا عزيزي، عشان انا فعلا ناسي دلوقتي ومكسل بصراحه اروح اسال. المهم بقى يا عزيزي كده مش فاضل غير الديموشن والجريت كيرس والديمونيك، والثلاثه ولا ليهم اي لازمه ومحدش بيروح بيهم اي كونتنت، محطوطين زينه وكمالة عدد، فبصراحه انا مش هشرحهم. يعني هم دول اللي انا شرحتهم، الكيرسات المفروض تلعب بيهم، الاربع كيرسات اللي انا قلتهم تركز عليهم قوي يعني بشكل جامد جدا، كل تركيزك يتصب عليهم، هتعرف تروح كل الكونتنت كسبورت وكتي بي اس قوي قوي. والشجره دي هتنفعك في البي في بي وفي البي في اي، خصوصا الاربعه اللي انا شرحتهم. الثلاثه التانيين بتسبكهم بالكريدت فيم. ورب يكون شرحي عجبك وفهمت منه يا عزيزي، وزي ما قدرتك بفيديو انت محتاجه قدرني باللايك والاشتراك بتاعك لاني حرفيا محتاجه، ولما من كل ده الكومنت بتاعك عشان اعرف انت عايز ايه واشرح ايه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وقبل ما اقول لك الى اللقاء، انا مش هشرح السيوف عشان هي ملهاش بيلد ثابته، يعني روح شوف كوكو ولا ايه كوابت هم بيلعبوا بيها، تمام؟ بس كده يلا يا عزيزي الى اللقاء.